السلام عليكم متابعي القناة ومرحبا بكم جميعا في فيديو الحلقة. طبعا تكلمنا في الحلقة الماضية على المغزى الحقيقي من مور هذا حراك جيل زد 212، وسبق وشرنا مجموعة كبيرة من الحقائق اللي صارت اليوم على مرأى الجميع. اولا هذا الحراك عنده ايادي خفية من داخل ومن خارج الوطن، ومنصة موروكان يوث فويس تبين فعليا على انه كانت هناك ايادي خفية من جرى الجزائر واللي عندهم عضوية في المنصة. بالفعل نضت الاحتجاجات السلميه من بعد دخلت الاله القمعيه باش تفرق الحشود الغافره، الشيء اللي غادي يخلف على واحد الفوضى كبيره وعلى بالباله في مجموعه من المدن بحال أكادير، الرباط، سالا وجده، ووقع الشباك ما بين المواطنين وفرقه الامن. عنف لم يشهدها المغرب منذ مظاهرات عام 2016. في اليوم الخامس من الاحتجاجات أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على عدد من المحتجين. والامور خرجت على السيطره بطبيعه الحال، الشيء اللي تسبب في 3 ديال القتلى من المدنيين وعدد كبير من الجرحى، والامور احتمال تزيد توتر من هنا للقدام. شنو وقع من بعد؟ انه جميع المنصات والصفحات والمجموعات ونشطاء اليوتيوب الجزائريين المدعومين بطبيعه الحال من نظام العسكر ولاو كيروجوا اخبار زائفه مفادها اسقاط النظام الملكي وحق الملك هرب خارج البلاد هو الاسره الملكيه الى اخره. وهذه الاخبار راها متداوله حتى في الاعلام الرسمي الجزائري، والعباره عندنا كتقول اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واللي كيضحك راه كيتبلى. النشطاء المغاربه نقلوا الحراك لمستوى اخر، بحيث هناك اخبار تروج وتجوب الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مفادها على ان غدا ان شاء الله مقرر انه تخرج الحشود الغفيره من المواطنين الجزائريين تحت اسم جيل زد 213 باتجاه قصر المراديه في خطوه مماثله لاسقاط النظام الفاسد والمطالبه بالحقوق الدستوريه. ومن حق الشعب الجزائري انه يطالب بحقوقه المشروعه ويحاسب المفسدين. طبعا اخواني المحترمين، حنا ما كنتشفاوش، ولكن الشيء اللي ما كانش متوقعه نظام العسكر ان المنصه المدعومه من اللوبي المغربي والجزائري والذي يسعى لاسقاط النظام، غادي نقول لكم علاش لاسقاط النظام، انه غادي ينقل عدوى الشعب ديالو بطريقه غير مباشره وغير بالفعل. طبعا في الحلقه الماضيه قلت لكم صوره مصغره عن مجموعه من العناوين اللي كتحث ربما الشعب على انه يحاول المطالبه ديالو بالاسقاط ديال النظام، وقلت لكم على ان الاستخبارات المغربيه ما خرجت حتى بشي بيان رسمي يفيد بشكون هما الناس المسؤولين على هذه المنصه وكيفاش حتى قدروا يبلبلوها في غضون 11 اليوم. وهنا كنبداو نطرحوا بعض الاسئله العميقه بخصوص جهاز الاستخبارات ديالنا وبخصوص المعارضه من الاحزاب والسياسيين، وقلت لكم باللي احتمال يكون هناك ايادي خفيه من جهاز الاستخبارات نفسه وعندهم يد في هذا الشيء اللي كيوقع. طبعا كاين اسماء ومصادر مطلعه تكلمات في هذا الموضوع تحديدا، ولكن ما نقدر نعطي حتى شي معلومه في الوقت الراهن، ما نقدرش نعطي اسماء. وبالفعل تبين على انه كاينه هناك ايادي خفيه تسعى لاسقاط الملكيه في المغرب. غير هو للاشاره الشعب المغربي بكل الفئات ديالو متشبتين بالملكيه، لانهم كيعرفوا مدى حساسيه الوضع وكيعرفوا على ان الملك هو العمود الفقري ديال البلاد، واي خطوه لاسقاط النظام يقدر يورطنا في حرب طائفيه كيف ما وقع في سوريا وفي ليبيا، والبلاد غادي تعاني من مجاعه ومن فوضى ما عندها لا حد ولا قياس. هذا الشيء بغض النظر على الدول اللي عندها مصالح واطماع في المغرب وبالموقع الاستراتيجي ديالو، وانتم عارفين شكون كنقصد. اذا الشعب عارف شنو كاين، ونامل اننا نسمعوا شي اخبار ساره في الخطاب الملكي اللي غادي يكون جاي ان شاء الله في الطريق. شيء اخر لاحظنا ان الحكومه لم تحرك ساكنا، فقط المعارضه والاحزاب اللي عندها مصالح من هذا الحراك هما اللي خرجوا كيأجوا الوضع وكينسبوا الفشل للحكومه، تاخرنوش لمنتهيات الصلاحيه. ونحن ايضا نقول انه لا فائده من 36 حزب كاع جمله وتفصيلا اللي كاينه في البلاد، كلهم غير شفاره وكلهم غير غرانين عيشه، والشعب ما بقى كيتيق حتى في شي واحد ما عدا جلاله الملك. لذا كنتمناو من جلاله الملك يرفع الستار على كل هاد المفسدين اللي كيحاولوا يخلقوا الفتنه باش يخدموا المصالح الشخصيه ديالهم. كما كنتمناو ايضا المحاسبه ديال كل واحد سولت لنفسه انه يستغل المنصب والفقراء باش يبني ثروه على حسابنا حنايا. تحياتي للاحرار. وكنقول لكم ايضا ان كل واحد كيدير الشغف في المظاهرات او كيستغل هذه البلبله
شي يعني سراق او اللي يقتحم المحلات الى اخره راه ما كيمكنناش. لذلك كنتمنوا من الخطاب الملكي اللي غادي يكون جاي ان شاء الله في الطريق، لان سمعنا بعض الاخبار تفيد بان جلاله الملك غادي يخرج ان شاء الله بشي خطاب انه يرفع العلاوه ويرفع الستار على كل هاد الشفاره وتبدا المحاسبه ديالهم، لان بدون محاسبه غادي يطلعش يعني حزب واحد اخر اللي غادي يتقلد رئاسه الحكومه واللي غادي ينهب من ثروات البلاد الى اخره. اخواني اخواتي، بهذا غادي نكون وصلنا بكم لنهايه هذه الحلقه. نتمنى اي واحد وصل للدقيقه الاخيره من هذا الفيديو انه يخلي لي لايك بارطاج وتعليق، لان الراي ديالكم تهمني. وتحياتي للشعب المغربي. السلام عليكم.